تعرف ان اقدم مبنى في التاريخ اتبنى بالطوب اللبني بقى اسمه شونة الزبيب في قلب ابيدوس وقبل هرم زوسر بسنين طويله. اتعمل بناء عجيب محدش كتير يعرف قيمته الحقيقيه. الاسم نفسه وراه حكايات. في ناس بتقول ان الحجاج زمان كانوا بيقدموا عنب كقرابين، ومع الوقت العنب نشف وبقى زبيب. وفي راي تاني بيحكي ان المكان استخدمه رهبان دير الست دميانه كمخزن فعلا. بس الحقيقه عند الفراعنه كانت اعمق بكتير. المبنى ده اتبنى في عصر الملك خا صخموي اخر ملوك الاسره الثانيه حوالي 2700 قبل الميلاد، وكان اسمه بيت القاء او بيت الروح، وده يعتبر اول شكل لفكره المعبد الجنائزي. العبقرية بقى ان تصميمه كان الالهام الاساسي لامحوتب وهو بيخطط هرم سقارة. نفس التقسيم ونفس اللعب بالظل والنور بس بالحجر بدل الطوب. جوه المكان لقوا بقايا مصطبة مدرجة وبره 14 مركب دفينة، وكل ده بيأكد ان بداية العمارة العالمية خرجت من هنا.